عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم برحب بيكم. الناس اللي هي بتقول ان الكلب اللي بيهاجم القطة ما بيهاجمش القطة ده يبقى ضعيف، هو العكس صحيح. الكلب ما يهاجمش القطة. السلوك الطبيعي ان الكلب يبقى فريندل مع الحيوانات الأليفة. ده حيوان أليف وده حيوان أليف، فالموضوع قدامكم اهو طبيعي. ده كده الطبيعي، عكس كده مش طبيعي. تليفونات بتجيلي بتقول الكلب بيخاف من القطه، الكلب بيسيب القطه تاكل معاه. يا جماعه ده طبيعي. الكلاب مع القطه الطبيعي. اللي مش طبيعي ان الكلب يكره القطه ويتخانق معاها، وده اللي بيحصل له علاج. العلاج ان هو ايه، على ذوات الاربعه اجريسيف. الكلب حيوان اليف والقط برضه حيوان اليف، وجودهم الاثنين في البيت ده طبيعي. يتخانقوا مع بعض هو اللي مش طبيعي. فلو عندنا مشكله في الكلب بنحلها ان هو ما يتخانقش مع الحيوان الاليف زيه. لو بيتخانق يبقى دي مشكله كبيره. ففي ناس كتير قوي انت عندك مشكله انك انت عايز تجمع بين الكلب والقطه في البيت، فبتحصل خناقات. لازم تختار الكلب اللي هو فكره كويس، مش فكره وخلاص، مش هجوم وخلاص، مش اي حاجه يبقى متجنن عليها. ده كده بيحتاج علاج طبيعي بنسبه 100%. والقط برضو بيحتاج تدريب. لو القط برضو بيخاف من الكلب بيحتاج تدريب، بس احنا مش متخصصين قطط، بس احنا بنقول ده الطبيعي بتاع ربنا. بشوفكم كده بقى 5 دقايق تشوفوا الوضع من غير ما اكون انا موجود، عشان ما تقولوش ان احنا مسيطرين. اهو ده قط وكلب في اسره واحده. بصوا مش نافرين من بعض، ولا في اي قلق ولا تنشنه ولا اي خوف ولا اي حاجه. هنسال بقى اصحابهم شويه اسئله من غير ما نطلعهم في الفيديو. جه اول ما جبتوا الكلب اتخانق مع القط؟ لا، هو حاول يلعب معاها، هي البخت فيه بختين بقى يهوى عليها. بس ما كملوش بالظبط يومين 3 وابتدى هو بيحرسها. هو نفسه بيحرسها هي. بقى لهم قد ايه دلوقتي مع بعض؟ سنه بالظبط. طيب عمرك شفت تجاوز من ليو؟ لا بالعكس. لا طيب. لا تجاوز. هو بص، هو بيحميها، هو نفسه بيحميها هي. احنا بس بنوري الناس، لان ناس كانت مش متوقعه ان، او مش مصدقه ان في كلب بيحب قط وقط بيحب كلب، والاثنين بيعيشوا مع بعض. بيحرسها. ده يعني ودي مش مشكله في مجتمعنا. منسجم معاها جدا وبيحرسها، يعني معتبرها فرد من افراد البيت، وبيقوم بحراستها، ما تبعدش عنه. هو عايزها دايما قصاد نظره كمان. طيب في اي اعتراض منه لما يبقى في اكل غير اكل؟ لا 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 ابدا. في نوع من انواع الغيره؟ ابدا بالعكس. الاثنين لما حتى هو جبته للتدريب لحضرتك، هي بقت هتتجنن على القفص بتاعه، بقت تزوره يوماتي وتنام في مكانه. ما هو ده حاله الوفاء. وهي جايه تزوره النهارده. هي بطيئه كده عادتها ولا؟ لا هي خايفه من المكان. اول مره تيجي هنا على فكره. مش خايفه من ليه؟ لا خايفه من المكان نفسه، عشان اول مره نسيبها كده وواقفين. عادة ما بتخرجوهاش ورا البيت هي؟ لا 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 لا، بقى لها 11 سنه عندنا، دنيتها البيت. ما شاء الله. طيب فاضل السمسار هنختم لهم الحلقه. اسمه ايه؟ شيكا. شيكا نتاية. اهو بص، ما بتضربوش بضوافر. لا بس عيب يا بنت. بص بتحط ما بتطلعش ضوافرها بالمناسبه على فكره. لا ما انا عارف، مش شايفها. هي بس بتقول بتبعده بس، لان لو طلعت ضوافرها ده معناها ان هي ده سلاح، فما بتحبوش. فاحنا بنوريهم بس ايه، تشيكا اهي مع ليو، قط وكلب وكلب وقط، وده الطبيعي. مدرسة كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب.